القصه ديالنا كتبدا مع علماء جيولوجيين تيقلبوا وسط الصحراء، وكان مطلوب منهم يعملوا فحص جيولوجي. من بعد بزاف ديال التفجيرات اللي عملوا في ارض الصحراء اكتشفوا ان هناك نشاط غريب في الحفاري ديال البركان تحت الرمله، وكلهم تعجبوا من نتائج الفحص. قدروا يحددوا البلاصه فين كاين النشاط الغريب على بعد 7 كيلومتر فين كاينين هما، وقرروا باش يمشيو لتما باش يعرفوا السبب هذا النشاط الغريب. مشاو 3 بهم تما، ملي وصلوا لقاو تمثال غريب وسط الصحراء. اكتشفوا جبل صغير ديال الحجر الرملي. مشى واحد فيهم باش ياخذ شويه من الرمله يجري عليها ابحاث، ولكن لقاها خاويه من الداخل، وهو تيحفر حس بشي حاجه غريبه كتحرك لداخل. وفجاه نهار اللي جا نخطف الراجل اللي كان تيحفر عليه. من بعد اختفوا هذوك جوج علماء اللي بقاو. نفس الوقت واحد الراجل سميتو زاك عنده مع البيسي والتقلاب، وكان مطلوب منه يمشي واحد البلاصه في الصحراء. ملي قلع لقى راسو وسط الصحراء لقى مع واحد الراجل شارب تيبيع شي حوايج غراب. سولو زاك على البلاصه فين كاين هو، لكن بلاصه ما يجاوب على قد سؤالو مد ليه شي حاجه وقال ليه هذا راه مفعول ديالو قاصح عندك، وبقى ساكت. زاك بقى كيتسنى في واحد الراجل اللي مسؤول عليه. شويه وصل عنده شي حد كان سميتو كار وسلم عليه. زاك شاف هيكل جمجمه الثور قدام ديال الكاميو، لكن ما داش فيه وركب مع كار في الكاميو وقلعات بهم. طرح كانوا عرام ديال هياكل عظميه، حيوانات ميته. وصل بهم كاميو محطه نقيب. زاك دخل باش يعرف راسو على الموظفين اللي داخل، لقى مع ميكي طلبات منه باسبور باش تسجل الدخول ديالو. بدا تقلب في الباليزه ديالو ولقاتها مشارجه بالماتيريال، وهي تتقلب لقات جهاز صغير وقالت ليه علاش يصلح هذا الجهاز. رد عليها زاك ان هذا الجهاز هو محلل الصخور يقدر يكتشف به الماء على عمق 60 متر. واحد الراجل سميتو يوهانس بدا يضحك عليه وقال لي انا نقدر نشوف الماء غير بعيني. فجاه يوهانس ناض بغا يضرب كار، لكن كار ضربوه حتى لاحو على المكتب. نفس الوقت زاك وميكي خرجوا من المكتب وقالت ليه انهم غادي يمشيو بالطوموبيل ديال ليسانس اللي بلاصه فين غادي تخدم. مزات قالت ليه ان الطوموبيل هي خاصه فقط لنقل المستخدمين. وجدوا باش يقلعوا البلاصه فين كانوا فيها هذوك 3 المنقبين اللي بعيده ب 17 ساعه من المكتب، وخاصهم ملي وصلوا يقلبوا على صحابهم. وخا مساحه الصحراء كبيره ولكن خاصهم يلقاوهم، وخا صعيب عليهم الحال. كار هز الصندوق ديال الدواء باش لا طرات شي حاجه يداويو ريوسهم ما يحتاجوش يمشيو للسبيطار. وكان معاهم في الكاميو واحد سميتو كيرت الميكانيكي وما جداش شيفورات الكاميو. زاك تعجب علاش كار عنده السلاح. رد عليه كار انه كاين ثوار وسط الصحراء ويقدروا يهجموا علينا، والسلاح جبتو غير باش ندافعوا على ريوسنا، حيت شحال هادي خطفوا لنا الشيفور ديالنا وباقي لحد الان ما لقيناش الشيفور اللي تخطف. قبل ما يقلعوا ركب معاهم واحد الحارس سميتو تايتوس. هما في الطريق بداو يحكوا على واحد السياره اختفت بالمنقبين اللي فيها في وسط الصحراء. ومن بعد ساعات من السوقان لقاو كاميو حدا جوج جوتات، كلهم تصدموا ملي شافوا ما عرفوش اش يديروا، وكان عليهم يعلموا البوليس حيت تقدر تكون جريمه قتل من الثوار. وكانت حال الجوتات ما كدتش على الموت الطبيعي، وكان من المفروض يكونوا 3 الجوتات لكن لقاو غير 2 جوتات. كار شك في صاحبو هارفي. نفس الوقت هو كيعيط عليهم تايتوس، قال لهم لقيت اثار خطوات قريبه من مسرح الجريمه، وزاد قال ان هذه الهارفي اللي قتلهم وهرب. بقاو غاديين ورا دوك الاثار حتى لقاو عاود اثار ظهرات من العدم، ما عرفوش منين جات هاد الاثار. في ديك اللحظه تخاف رجعوا الكاميو عاود باش يتبعوا الاثار اللي كانت على مسافه كيلومترات، ومشاو تقريبا شي 30 كيلومتر. وللاسف لقاو منقب الثالث اللي سميتو هارفي جوج تهاميده، زائد انه كان مسلوخ وما تيقوش ريوسهم. كيفاش يمكن الهارفي يضرب 30 كيلومتر هاد الحراره قبل 9 ساعات من الاختفاء ديالو؟ زادوا تاكدوا من جوجات هارفي بسبب الحديد اللي كان في رجله حيت يقدروا يتعرفوا عليه. كان راسو قاصح وصمم على ان قاتل هارفي بالزملاء ديالو مازال مطلوق. طاح عليهم الباش وقرروا يباتوا في الصحراء، والغد الليل يرجعوا لمحطه النقيب ويقولوها للبوليس. زاك هذيك الليله ما قدرش ينعس بسبب اللي شاف، قرر باش يلعب السكيات على الرمله باش ينسى شويه. لكن ميكي قالت لي راه خطا عليك في هذه الليله تلعب وانت بعيد علينا. قال لها ما تخافيش انا شويه ونلحق عليكم. زاك كان معاه جهاز رصد اللي بقى كيطنطن. زاك عرف بلي شي حاجه في جنبه، وفجاه زاك شاف شي مخلوق غريب تخلع وهرب عند كار. قال ليه شفت شي حاجه غريبه كانت حدايا. كار جبد البيل وبدا يقلب ولكن ما لقى والو. شك في زاك يكون سكران، لكن ميكي بدا تقلب ولقات بلي العظم اختفى. وهنا شويه بداو يثيقوا في زاك، ولكن كار ما تاقش فيه. قال ليه بركه ما تخلع فينا راه ما كاين والو راه غير الصحراء. نقص تايتوس وقال لهم راه كاينه اسطوره سميتها الجين اسيكولو، اي حاجه في الصحراء يتملكها يا حيوان يا انسان، تيعيش مدى الحياه عن طريق امتصاص الطاقه من العظام، وما كانش كيتيق راسو ان اسطوره حقيقيه. رجعوا كاملين الكاميو باش ينعسوا. الغد الليل ملي صبح عليهم الحال هما كيقلبوا متبعين اثار، فجاه كار شاف شي مخلوق غريب عن طريق عدسه بندقيه الصيد، وقرروا باش يضربوا بالقرطاس. ومجرد ما جات فيه قرطاسه اختفى من الوجود، بقى غير هيكل عظمي. ملي مشاو يشوفوه لقاو عظم ديال هارفي عاود. الناس استغربوا كاملين، كيرت هز عظم هارفي باش يديه معاه. تايتوس هو الوحيد اللي عارف اش كيحصل في الصحراء. سولو زاك اش هادشي اللي كيطرا. رد عليه تايتوس ان في قديم الزمان كان معاه صاحبه واختفى حتى هو، ملي لقاه كان غير هيكل عظمي، وانه متاكد اللي كيدير هكا هو الجين اسيكولو. طلعوا كاملين الكاميو، ولكن فجاه تفرقعت عليهم برا الفيتاز ديال الكاميو وخسر ليهم، ما قدروش يتحركوا. بداو يعيطوا في الراديو على الله يعتقهم شي حد. كيرت قال لهم راه صيفط رساله استغاثه لاقرب طياره مساعده غادي تجي من بعد يومين، حنا عندنا المؤون اللي غتقدنا في هاد اليومين. وجدوا الخيمه اللي غينعسوا فيها. بدا كل واحد يشد العسه في الليل. كيرت سلام العسه وجات نوبه تايتوس باش يعس. مشى كيرت ينعس في الخيمه ديالو. للاسف الجن كان تيشوف فيهم من بعيد، وشاف بلي كيرت نعس بعيد على الجماعه ومشى قاصده. تايتوس اللي كان شاد العسه حس بشي حاجه، سمع شي صوت تخرشيش ومشى باش يطمئن على كيرت، وشاف شي حاجه مسيطره على كيرت بحال من الاسود، وكان تيهنشن في اللحم وجا كيرت. تايتوس في ديك اللحظه بغى يحاول يعتقو، لكن النمل سيطر على الدراع ديال تايتوس وكلاها وخلاها غير هيكل عظمي. فجاه كار فاق من النعاس وضرب القرطاس على كيرت وهنا من العذاب ديالو. ونقض تايتوس وهربوا كاملين الكاميو. النمل كان جاي ليهم ما كانش القرطاس تيأثر عليه،
قرر كارل يخوي عليهم ليسانس ويشعل فيهم العافيه، لكن ما جداش شي فوره من عند كارل بسبب انهم شارجين ليسانس بزاف في الكاميو ويقدر ينفجر عليهم. تيك اللحظه زاك قال لهم نرجع بحاله بسبب ريحه ليسانس. نفس الوقت كارل بدا يخوي ويرش عليهم ليسانس حتى المن هرب بحاله تحت الرمله. رجعوا باش يطمئنوا على تايطوس ولقاوه مريض بزاف وكان عليهم يصيفطوه للسبيطار حيت فقد بزاف ديال الدم. زاك سمع جهاز راس ديالو شي حاجه كتقرب ليهم، نزل باش يرش ليسانس وفجاه شاف الجن كيتشكل من النمل الاسود. كار حاول يقتلو لكن القرطاس ما تيأثرش فيه واختفى من حداهم. بداو يفكروا كاملين كيفاش نعتقوا تايطوس قبل ما يموت من بين يدينا. ماجدة عرضت عليهم فكره انهم خاصهم يرجعوا للطوموبيلات المنقبين اللي اختفاو حيت فيها راديو يقدروا يرسلوا نداء استغاثه منه. الغد ليه مع الصباح كارو زاك وميكي شدوا الطريق على رجليهم باش يمشيو للطوموبيلات المنقبين اللي بعيده ب 30 كيلومتر باش يرسلوا نداء استغاثه. من تما داو معاهم بوديزه ليسانس وهما في الطريق فجاه خرجت فيهم عاصفه رمليه حاولوا يتخباو من العاصفه. على الله دوز بسلام. نفس الوقت كفح لهم ليسانس وبقى معاهم غير شويه حتى جهاز زاك تيعطي الاشاره ان الجن قريب لك ولا لا كسراتو العاصفه وهما في الطريق للطوموبيل. ظلم عليهم الحال وقرروا يباتوا حدا واحد الشجره يابسه. زاك دار على الجماعه ديالو دائره من سائل بنزين باش يحمي جماعته وهو من الجن. في تلك اللحظه وهما مرتاحين زاك سمع شي تخرشيش سولهم على هذا الصوت ديالاش. قالت ليه ميكي هذا صوت الصحراء وهي ناجمه عن احتكاك حبات الرمل مع بعضها وهي السبب في ان الرمله تتحرك. رد عليها زاك ان الرياح اصلا ما كايناش في هذه الليله. فجاه ظهر لهم جن كان بوجه ماجدة الشيفورة عرفوا انه قتل ماجدة وتايطوس والدور جاي عليهم باش يشرب دمهم ويستغل العظام ديالهم. وهو كيقرب منهم لكن لحسن الحظ ريح ليسانس خلاته بعيده عليهم وبقى بايت حداهم حتى طلع النهار. نهار ثاني فاقوا من النعاس في نفس الوقت سمعوا الصوت الراديو عرفوا بلي الطوموبيله قريبه منهم. مشاو ديريكت لمصدر الصوت باش يتصلوا بيوهان وصيفطوا ليه الموقع ديالهم. صادف وجودهم مع جبل الرملي اللي كانوا حفروه منقبين في الاول. نزلوا تلك الحفره ولقاو شي حاجه بحال العش عرفوا انه يوصم انهم في عش ملكه النمل المسكون بالجن وان اسيكولو كان مجرد نمل عادي الا انه تملكاته ارواح شريره. ولزاد طين بله انه شي حد حفر عليهم وتعدى على الحرمه ديالو. الغداء ديالو هو اللحم والعظم باش يقدر يتحرك به. وفجاه يوهان اللي كان يتسناو منه ينقذهم كان باغي يقتلهم حيت شك فيهم انهم هما اللي قتلوا صحابهم حيت قال مع راسو انهم في هذه الحفره يكونوا لقاو الالماس وتخاصموا عليه وقتلوا بعضهم وربطهم كاملين في الطوموبيل. كان غادي بهم طوموبيلات ماجده وهو في الطريق صايق نزل عليه كاع على راسو جابوه كاو. في الاخير قرروا باش يطاردوا الجن يقضيو عليه. ميكي عرضت الفكره وقالت لهم خاصنا نهربوا من الصحراء قبل ما نمليو حنا الضحيه ولكن ما كانش قدامها حل من غير المساعده ديالهم في خطه القضاء على الجن من الاسود. وعرفوا بان الجن تيقلب على المستعمره الجديده ومشاو واحد المنجم مهجور دخلوا ليه وخلاو يوهان مربوط في الطوموبيل وداو معاهم واحد الماده حارقه كتشعل دغيا اكثر من ليسانس. قدر زاك يخدم الضو في المنجم باش يقدروا يشوفوا في المكان اللي فيه هما بسهوله. كانوا تيقلبوا على عش جن اسيكولو وقدروا يلقاوه. حاول كارل يطارد الجن ولكن كان غادي يقتلو. فجاه زاك بدا يغوت باش يلاهي الجن وخلاه يطاردو حتى طاح في واحد الحفره. كانوا ناويين يشعلوا فيه العافيه لكن الجن من الاسود قدر يشد رجل كارل جروا معاه وضحك كارل براسو وجبد الماده الحارقه اللي معاه وفجرها في راسو وهو معاه الجن متشكل في النمل الاسود. من بعد الانفجار ظهر لهم سبب السيطره على النمل الاسود اللي كان عباره عن يرقه فيها ارواح شرير وكان النمل محاصرهم من جميع الجهات. جبد زاك الموس وخشى في اليرقه. فجاه رجع النمل الاسود كامل بحاله وخرجوا هو ميكي من المنجم سالمين. لسوء حظ يوهان كان كلاه النمل حيت خلاه مربوط برا وكانوا هما الوحيدين اللي عاشوا واستطاعوا يقتلوا الجن اسيكولو متشكل في النمل. نرجو متابعه الصفحه يصلك جديد لاحدث الافلام. تعليق صوتي الخاص وشكرا والى اللقاء.